بغينا غير نشوف واش كتبتو الاضراب راكم كتبتوها في الاخر. تبارك الله عليك. الاخوان ديال اللجنه ديال اليقظه جاو باش يديروا المعاينه ديال اغلاق الصيدليه اللي كانت فيها الحراسه 12 باش غادي تبدا الحراسه ديال 13 اليوم الاضراب الشامل. فعلى حساب الجدوله الوقت مع العشرة كيسد الزميل باش يبدا الاضراب. مع العشرة عاد يبدا الاضراب حتى العشرة ان شاء الله بدا. وجاو الاخوان باش نديروا المعاينه. الاخوان ديال اللجنه ديال اليقظه الخرجه الخاصه باش يطلعوا على اليقظه شي جوج ديال الحويجات. مرحبا الا كنتي مستعد. صراحة ما سكتوش على هاد التجاوزات الممنهجة ديال اللي طرف وزير الصحة، واللي كنا اتفقنا على شي بزاف ديال الخطوات مع السيد الوزير السي الوردي. والآن مع الوزارة الجديدة ما تبدلات بزاف ديال الأمور وما وصلناش لواحد الاتفاقات، وبزاف ديال الاتفاقات كنا اتفقنا معاها وما وصلنا لهمش دابا. في المراقبة ديال الصيدليات اللي كانت فيها الحراسة يوم الأمس تنشوفوا الالتزام ديالها بالمرافقة ديال العون القضائي، وتنشوفوا الوقت ديال الشدة ديالها باش يدخل يوم الإضراب مع العشرة ديال الصباح إن شاء الله. حنا دابا تنتواجدوا في الصيدلية اللي في السيكتور ديال كاميليا مرجان واحد. الحمد لله كلشي ملتزم. اللي شاده هذه راه ها هي المحل ديالها مشدود، معلقه الورقه ديالها ديال الاضراب. الحمد لله الكناس تقريبا راه 100%. لي سيكتور ديال الاسماعيليه كاملين زرناهم الحمد لله كلهم ملتزمين. دابا انتهينا من السيكتور ديال الحمريه مع السلوبي وكومباطا، وفي هذه الوقيته هذه دابا تنتوجهوا للسيكتور ديال ويسلان، بلديه ويسلان اللي تضم واحد العدد كبير ديال الصيدليات. غنديروا واحد الجوله تفقديه باش نشوفوا الالتزام ديال الصيادله من ناحيه استباق القرار ديال لي سانديكا ديال المغرب في القرار ديال الاضراب ان شاء الله. اليوم 13 أبريل 2023 هو يوم سوف يكتب بقلم من ذهب. هو يوم اتحد فيه جميع صيادلة المغرب ليوصلوا صوتهم وصرختهم من امتعاضهم لما آلت إليه مهنتهم الشريفة. في هذا اليوم جميع صيادلة المملكة مضربين ليقولوا للجميع إن صيدلياتكم مهددة، وبالتالي صحة المواطن أيضا مهددة إذا انعدمت هذه الخدمة الصيدلانية. والحمد لله مدينة مكناس اليوم الخميس مضربة 100%. صيادلة مكناس كلهم مضربون، صيادلة مكناس والنواحي مضربون، مع الإبقاء على الخدمة الاستعجالية بالتنسيق ما بين السلطات المحلية وما بين الغرفة النقابية لمدينة مكناس الكبرى والنواحي. عليكم تحياتنا، لاباس لاله بخير صحه لاباس الله يكبر بك لاله. وي لاله جوستومون دابا حنا في النقابه هذه واحد الخليه درناها خاصه ان شاء الله كنجاوبوا مع حالات الطريقه. عطاك التليفون كوليك نفريتيك دونك نقيموها ونحسبوها حاله طارئه ان شاء الله، ونعطيو نحاولوا نوصلوا الدواء بشكل مستعجل للمريض. وبحكم الصفه ديالكم نتوما كطبيبه، بحكم الصفه ديالكم كطبيبه بطبيعه الحال كتاكدي على الحاله الاستعجاليه ديال المريض. دونك ان شاء الله نخدموا معاه في هذا الاتجاه، وعندنا الوسيله ان شاء الله. الاخوان غيتنقلوا حتى المولد غيزورون باش يوصلوا للدواء. دونك ما عرفتش اون برانسيب عافاك كطبيبه الا تسع علينا في لوردونونس شنو عطيتيه شنو عطيتيه كوم برودوي اكيبون انجيكتابل. وي 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 سي تو.
معك اخويا النقابه ديال الصيادله مكناس فيما يخص الحاله الاستعجاليه ديالك ديال المرض. خلاص تواصلت مع الطبيبه على ود الادويه ديالك. خلاص اليوم لي فارماسيان دايرين غريف، دايرين اضراب وطني على جميع الصعيد الوطني على جميع المدن. دونك بغينا نوصلوا لك عافاك الدواء ديالك عندك باذن الله تعالى، وكنتواصلوا معك باش نوصلوا لك انفورماسيون. كمان الدكتور فيلادي بيدياتر درتي معك الدكتور فيلادي فارماسيان. نعرف في النقابه كنستقبلوا الحالات العاجله اذا كانت كاينه اون اوردونونس دون سو سونس تصيفط لي في واتساب كنبصر. نعم سيدي شنو الحالة بالضبط عفاك؟ اوكي اذا مستعجلة. واخا دكتور اذا كان ممكن نخلي لك واحد الرقم من التليفون صيفط ديال الأوردونونس وان شاء الله نوفروا الدواء. والرقم الهاتف اما ديالكم نوصلوا لكم يعني العيادة او لا المريض نوصلوها للمريض. ممتاز بشوي. وهذه مرة واحدة في اليوم يعني معلقة صغيرة صافي. أحسنت تختار. شكرا. حيت عصام غادي يطلع الموليديس محمد يمشي لنا للكابيني وهذاك داير السلوغان نخديوها حنايا. غادي ناخذ فاكتور ديطايي فيها كاع لي زاشا ديال 24 سنة. اليوم نشهد نجاحا تاريخيا للإضراب الشامل الذي دعت له المركزيات النقابية، حيث تعرف الصيدليات نسبة إغلاق تصل إلى 100% في كل الجهة. هذا الإضراب يأتي بعد إقصاء صيادلة الصيدليات من السياسة الدوائية والصحية الوطنية، وكذلك جل قنوات الحوار مع وزارة الصحة مغلقة لما يزيد عن أكثر من 4 سنوات. هما يتواصلوا معنا ويشوفوا معنا، لأن حنا راه تقريبا من الإسماعيلية جينا، الناس لاكاط شدوا، والناس زعما الوقت ديال الحلان بشكل طبيعي راه الناس من ويسلان جايين ما حل حتى شي حاجة زعما هذه ما عرفتش. راه كنا جالسين مع العامل وداكشي، التزمنا باش تكون حنا اللي غادي نقدموا الخدمه للمواطن في الحاله الحرجه وداكشي، ولكن لا تعرف بانه حال هو بوحدو دونك الفول في الكلاس كله يجي والستوك يكون عنده ما يكونش عنده. دونك ولايه الامن ما فخبارش بانه غادي يحل باش حتى هي تلتزم بالسيكوريتي ديالو. انا غادي نخرجوا ثاني الشارع، انا وحاتم غادي نخرجوا الشارع الفقري حي الناعم. الا بغيتي انت تاخذ الشارع من الفوق حي الناعم والسيكتور ديالك وانا نقبض المنصور. فين غادي نتلاقاو في الساحه ديال المرجان ديال الشميزه ديال سوبر مارشي مرجان. صافي بغينا يخرج التعديلات هذا اللي اختلق علاش انا عارفين هذا يوم مشهود بالنسبه للمشاركه لمدينه الحاجب الحمد لله 100%. من هذا المنبر كنحيي جميع صيادله المغرب وصيادله مدينه الحاجب بالخصوص الاستجابه ديالهم على هذا الاضراب الوطني اللي هو واحد اليوم فاصل بين الماضي والحاضر ديال الصيادله. الصيادله يخوضوا هذا الاضراب نظرا كاين عده اسباب، من بينها السبب الرئيسي هو التهميش ديالهم في مجموعه من القضايا اللي كتهم المنظومه الصحيه. فكما كيعرف الجميع الصيدلي هو واحد العنصر اللي مهم في المنظومه الصحيه ديال البلاد ديالنا تحت رئاسه صاحب الجلاله نصره الله بطبيعه الحال. وحنايا من هذا المنبر هذا مستعدين دائما لخدمه المواطن، لذلك تنشكروا الغرفه النقابيه لمدينه مكناس والنواحي اللي دارت واحد الخليه اللي كتشتغل 24 ساعه على 24 ساعه
ثلاثه الموزعين وبسيارات للتجاوب مع جميع الحالات الاستعجاليه بالتنسيق مع السلطه المحليه بمدينه الحاجب. اليوم 13 ابريل يوم الاضراب الوطني لصيادله الصيدليات بالمغرب. الغرفه النقابيه لصيادله مكناس وضعت رهن إشارة المواطنين اللي عندهم حالة مستعجلة خلية للتواصل. عندنا لجنة يقظة فيها عدة خلايا. خلية عندنا واحد الخلية كتستقبل الحالات المستعجلة، كنبتوا في الوصفات اللي فيها أدوية مستعجلة وكندخلوا مع الشركة الموزعة كنطلبوا هذاك الدواء. عندنا خلية اللي كتنقل الشركة الموزعة لتوفير الدواء ووضع رهن إشارة المريض اللي هو في حالة استعجالية كنأكد عليها. اليوم كاين إضراب كبير تشهده المملكة المغربية. هذا الإضراب جاء بسبب واحد الأزمات يعيشها الصيدلي المغربي منذ سنوات، أزمات مالية كبيرة جدا. ومن المطالب اللي كنا وجهنا للوزارة الوصية هو المطلب الأول هو يكون حق الاستبدال. حق الاستبدال هذا اللي خاصو يكون يشارك فيه الصيدلي مع لانام لاجونس داسيغونس مالادي. والمطلب الثاني هو الخروج ديال بعض الأخبار بأن الصيدلاني المغربي تيربح 57%، وهذا راه غلط. هو تيربح 8%، هذا ربح نت 8% نت. المطلب الثالث هو ان كاينين منهم المسائل ديال ان الصيدلي المغربي خاصو يتعوض على بعض المسائل تيديرهم في الصيدله ديالو، دي زاك تيدير لهم، منهم لي زاكت فارماسيوتيك، منهم الحراسه الليليه، لان الحراسه تاخذ جهد كبير، تاخذ اموال كبيره في الحراسه ما تنعوضوش عليه، خاص يكون تعويض. وكاين مساله اخرى هي ديال الضريبه. ومساله الرابعه هو كان حوار مع الوزاره الوصيه، ولكن في الاخير ما عطاش نتيجه. وهذه المسائل هذه المطالب هادو راه مطالب كثيره، كاينه تقريبا 13 طلب، وهاد المطالب هادو راه سنوات عده وهما محطوطين في الرفوف ديال الوزاره الوصيه. وكانت التنسيقيات بغات تدخل في حوار مع الوزاره، ولكن تلقاو الابواب مسدوده نهائيا. فلهذا هذا الاضراب جاء لانه كارثه تعيشها الصيدلي المغربي، كارثه ماليه كبيره تعيشها الصيدلي المغربي. ولاول مره الصيادله المغاربه تتضامنوا بيناتهم. تقريبا عندنا 100% ديال الصيادله مغاربه مضربين في المملكه. هذا الحمد لله نتيجه ايجابيه، ونتمنوا ان يتحل باب الحوار مع الوزاره الوصيه باش نوصلوا للحلول اللي هي معقوله ومنطقيه اللي ترضي الصيدلي اللي هو الاصل راه مواطن مثل جميع المواطنين والمواطنين عامه. اليوم الخميس 13 ابريل 2023 يوم تاريخي بالنسبه لمهنه الصيدله، حيث استجابت مدينه مكناس بنسبه 100% للنداء الذي وجهته المركزيات النقابيه بشن اضراب في هذا اليوم. هذا اليوم يوم استرجاع مضاع من هبه مهنه الصيدله. المهنه اليوم في حاجه لتحيين جميع القوانين المنظمه. المهنه اليوم في حاجه لتضافر جميع القوى الحيه للنهوض بمستوى المهنه وبمستوى الصيدلي المادي والاجتماعي. اليوم يوم للتاريخ. اليوم إضراب الكرامة ورد الاعتبار. اليوم إضراب من أجل إنقاذ قطاع بأكمله. اليوم إضراب من أجل نموذج صيدلاني قوي. اليوم إضراب من أجل مكانة اعتبارية لائقة في المنظومة الدوائية لخدمة الصحة العمومية الوطنية. وتحية نضالية لكل شرفاء وأحرار المهنة. والسلام عليكم ورحمة الله.